فاكر لما كنت مجهز الكتاب بتاعك وكشكول وكنت عايز تخلص كل اللي متراكم عليك في المذاكرة النهاردة، بس بعد ما عدى عليك ساعتين اكتشفت انك ما ذاكرتش غير الحاجات اللي ملهاش فايدة او الحاجات اللي مش مهمة. هو ده اللي هنتكلم عليه النهاردة. كان في طالب اسمه كريم في تالتة ثانوي، كان بيقعد يذاكر طول اليوم وفي الاخر برضه ما بيحسش انه ذاكر حاجة او ما استفادش بحاجة، وكان كل ما الامتحانات تقرب كان بيحس بالتوتر والخوف من الامتحانات لانه ما كانش عارف هل فعلا هو ذاكر وركز على الحاجات المهمة ولا لا. كريم كان قاعد مع استاذه في حصة مراجعة، والاستاذ قال له بص يا كريم، بدل ما تذاكر كل حاجة وتضيع وقتك ركز بس على الحاجات اللي بتيجي في الامتحان واللي بتتكرر كتير. بمعنى يعني ذاكر الأسئلة اللي بيجي عليها درجات كتير وبتتكرر كل سنة. فكريم قرر يجرب اللي الأستاذ قال له عليه، مسك كريم كتاب الفيزياء وفتح امتحانات السنين اللي فاتت، واكتشف كريم إن في أسئلة بمواضيع معينة بتتكرر كل سنة في الامتحانات بتاعة الفيزياء. فبدل ما ذاكر الكتاب كله هو ركز على الأسئلة والمواضيع اللي بتتكرر دي وحل عليها أكبر عدد من الأسئلة اللي قابلته. في نفس الوقت استخدم نفس الطريقة دي مع العربي. مع مرور الوقت كريم لقى نفسه بيذاكر أقل ولكن بتركيز أعلى، ودرجاته في الامتحانات الشهرية بتاعته بدأت تتحسن بشكل ملاحظ هو نفسه اتفاجئ منها. لما امتحانات آخر السنة قربت كريم كان مستعد بشكل كبير جدا إنه يدخل الامتحان ويحل وهو مطمن ومعلوش أي ضغط، لأن هنا كريم ركز على ال20% مجهود اللي ادته نتيجة بنسبة 80%. وفي الآخر كريم نجح بمجموع كويس جدا هو نفسه كان مبسوط بيه. ولما أصحابه سألوه كالمعتاد إيه السر في إنك جبت الدرجات دي مع إنك كنت بتعاني جدا أثناء الدراسة، فقال لهم إنه ركز على 20% من المواضيع اللي عليها 80% من الدرجات، وبالطريقة دي وفرت وقتي وكمان تركيزي كان أعلى بنسبة كبيرة جدا من إني أذاكر الكتاب كله من الصفحة للصفحة. أظن من قصة كريم دلوقتي أنت فهمت رسالة الفيديو. قاعدة ال20 80 اللي تقدر تركز عليها أو اللي تقدر تطبقها في حياتك هو إنك تركز على 20% من الحاجات اللي بتعملها واللي هتدي لك في شغلك أو في دراستك أو في جامعتك أو في أيا كان الحاجة اللي بتعملها 80% من النتائج. يعني أنت لو في شركتك والشركة دي أنت كل يوم بتعمل اجتماع مع الموظفين وبتقعد تتكلم معاهم حوالي 3 4 ساعات وازاي نطور من الشركه وازاي مش عارف نعمل ايه، وفي الاخر للاسف من كتر الكلام الموظفين اصلا بينسوا صلب الموضوع او بيفتكروا نقاط معينه او نقط معينه من اللي كنت بتتكلم فيه، فانت ضيعت وقت الموظفين اللي ممكن او اللي كانوا استغلوه كان هيجيب نتائج كويسه جدا للشركه. طيب نركز بقى على طلاب الثانويه العامه. مثلا انت لو عندك ماده زي الكيمياء، بدل ما تحفظ الكتاب كله اسأل نفسك ايه الأسئلة اللي بتتكرر او المدرس بيقعد يكررها ويقعد يراجعها كل حصة انت بتدخل فيها. وكمان بص في السنين اللي فاتت زي كريم بالظبط كده وشوف ايه هي الأسئلة اللي اتكررت في معظم او في 80% من الامتحانات اللي فاتت. فركز كويس جدا على الأسئلة دي لانها هتدي لك نسبة كبيرة جدا من الدرجات في الامتحانات بتاعت اخر السنه، وده هيوفر عليك وقت ومجهود كبير جدا. طيب خليني اسالك سؤال مهم جدا دلوقتي، ايه اكتر حاجه انت شايفها مهمه في منهجك في الماده اللي محيراك دلوقتي او الماده اللي انت مش عارف تذاكرها دلوقتي؟ ولو جربت قاعده ال20 80 ايه اول حاجة هتبدأ بيها؟ خلينا ننبه على نقطة مهمة جدا عشان برضو تفهم الفيديو ده هيفيدك ازاي. الطلاب اللي هتفهم رسالتي غلط دلوقتي واللي هيقولك انا هاخد الحاجات المهمة بس وهرمي بقية المنهج خلاص انا مش هذاكره لحد اخر السنة. قاعدة ال20 80 هي هدفها بس التركيز، انك تركز على اللي انت مش عارفه او اللي عامل لك ازمة ومش عارف تذاكره، وده مش معناه انك تنسى باقي اجزاء الكتاب كله او ما تذاكرهاش. وكمان النقطة التانية اللي ممكن تقع فيها هو انك تبالغ في انك تدور على الاسئلة المكررة لدرجة انك تنسى تبدأ مذاكرة اصلا. فما تدورش كتير وابدأ ببساطة، حتى لو هترجع للامتحانين بتاع السنين اللي فاتت اللي هو سنتين مثلا او 3 سنين وتشوف الاسئلة المكررة، ما تقولش بقى انا هرجع ل10 سنين ورا واعرف ايه الاسئلة اللي اتكررت علشان اذاكرها كويس. يعني عارف لما تقعد 3 ساعات تذاكر وتكتشف في الاخر انك بتحفظ في العنوان؟ بالظبط ده اللي عايزين نتجنبه. فجرب النهارده كده امسك ورقه وقلم واكتب اهم 20% من الحاجات اللي ممكن تركز عليها في الماده بتاعتك، وصدقني هتحس بفرق كبير جدا وهتكون ماشي بخطه منظمه بدل ما تضيع وقتك في حاجات مش مفيده. بس كده يا غالي، كده احنا وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا.
لو ما عملتش اشتراك ولايك للفيديو، اعمل اشتراك ولايك علشان يوصل لكل طلاب الثانويه العامه. المشكله دي كانت بتواجهني انا شخصيا. واللي عارف انت لما حد يجي يقول لك او ينصحك يقول لك انا جاي لك من المستقبل وبقول لك ركز على الحاجات دي، وبعد ما تكبر وتبقى في نفس سنه فتبدا تشوف نفس المنظور اللي هو كان شايفه وقتها. وبعد كده انت لما تكبر بتكون شايف نفس المنظور. فركز كويس جدا على النصايح اللي اي حد بيديها لك في الثانويه العامه، وخصوصا المدرسين او الناس الاكبر منك سنا واللي عدوا بظروف شبيهه للظروف بتاعتك. اتمنى انك تنجح وتتفوق في كل امتحاناتك الجايه ان شاء الله، واتمنى ليك يوم سعيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.